تعالى تعالى، اكل الفسيخ وحشنا من زمان. صباح الخير يا عم خليل. صباح الخير. انا خدت من عندك فسيخ وبطارخ من مدة وكانت حاجة ممتازة قوي. عاوزين صنف كويس زي بتاع المرة اللي فاتت. يا استاذ ممدوح، انا راجل براعي ربنا في رزقي وفي صنعتي. اصل مش كل السمك اللي يتعمل فسيخ، ده سمك مخصوص. لكن اللي ما هوش باقي على الزبون بتاعه يعمل اي سمك وخلاص. نوعه ايه سمك ده يا عم خليل؟ الفسيخ المظبوط نعمله من السمك البوري. بس مش كل البوري ولا كل من عمل الفسيخ فسخاني بقى. دي حاجة تحير. تكونش فاكرنا هنروح نعمل فسيخ وندربك عمال تحلق علينا يا عم خليل. وهي دي تيجي ايه اللي هيخليك تظفر نفسك وتعمل فسيخ بايدك؟ هي حصلت كمان. طيب عايزينك تقول لنا يا عم خليل، السمك البوري اللي بتعمله منه الفسيخ شروطه ايه؟ شروط ايه يا اخوي؟ هو السمك البوري داخل امتحان مسابقة؟ السمكة تكون سمينة وبس. يعني السمكة الهزيلة ما تنفعش في الفسيخ؟ ما تنفعش ليه؟ تنفع، لكن طعمها يبقى مش حاجة، تبقى ناشفة ما تعرفش تاكلها، ما تنبسطش من اكلها يعني. لكن ليه يا عم خليل سموها فسيخة؟ والله اللي اعرفه انهم سموها كده عشان الواحد قبل ما ياكلها بيفسخها. ده اللي سمعته، والعهد على الراوي بقى. طيب والفسيخ اللي عندك بقى سعره ليه مش واحد مدام كله من البوري السمين؟ تكونوش ناويين تشتغلوا فسخانية وجايين تضحكوا عليا وتشتروا رطلين 3 فسيخ وتعرفوا مني سر المهنة ولا ايه الحكاية؟ لا لا يا عم خليل اطمن، لسه قدامك كمان 2 على ما نخلص الكلية. كلية ايه؟ كلية التجارة. يبقى برضو في خوف يا جماعة مادام فيها تجارة. لا لا ما تخافش يا عم خليل، احنا بس عاوزين زيادة معلومات. والله اذا كان كده اقول لكم والرزق على الله، ولو اني خايف برضه. بقى السمك البوري اللي بنعمل منه الفسيخ انواع. بوري لبن، ونوع اسمه جران، ونوع اسمه طبار، ونوع اسمه كنبيت. اما سمك الحيتان فده اللي بنعمل منه البطارخ. والفسيخ اصناف، فسيخ برلصي وبلدي ودمياطي وبردويلي وسويسي. ودي السبب في اختلاف السعر، لأن كل صنف من دول بيختلف عن التاني. طيب في سؤال تاني. اتفضل. هو انا مش هخلص من الاسئله؟ انتوا جايين تشتروا ولا جايين تفتحوا محضر؟ معلش يا عم خليل استحملنا، انت اصلك راجل سمح والواحد ما بيشبعش من كلامك الحلو. طيب يا سيدي خلاص، ما دام الحكايه كده